تحية أي واحد اشترك في القناة مع النجم على الكسلان. شحال ما عملنا لكم شي فيديو على أشرف حكيمي. الحلقة اللي غادي نهضر عليها أشرف حكيمي دايما كيختار شي بنت ولا امرأة كبيرة عليه وكيتصاحب معاها ولا كيتزوج. المهم هاد المرة هادي تلاقى مع اللي هي كما كيقولوا بومبا، ولكن الصحافة هي اللي كتطلق عليه الخبر بأن كتجمعهم علاقة بيناتهم. شكون هي هاد البنت؟ داكشي اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو. تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا الموضوع د هاد الفيديو كامل. غادي نتحدثوا شي حاجه على هاد الفتاة، هاد عارضة الازياء. يقولوا كتجمعهم علاقه بين اشرف حكيمي وعارضة الازياء البرازيليه كارولينا ليما. كارولينا ليما في البرازيل في 1998، عندها حاليا 25 سنه، يعني قد اشرف حكيمي. اخيرا عمل علاقه مع شي وحده قدو. المهم الخوت، هاد كارولينا ليما باش تعرفوا شكون هي الزوجة ديال ميليتاو النجم ريال مدريد. تزوجوا في 2017 واستمرت العلاقة ديالهم حتى 2022. في 2019 انجبت ماريانا، يعني عندها بنت. 2022 انفصلوا حاليا، يعني طلقت ميليتاو. كارولينا اللي هي عارضة ازياء تباع الموضه وكتعمل اشهارات بزاف ديال الشركات اللي هما كبارين بزاف. ولكن هاد الشيء هذا كامل حنا ما كيهمناش، كتهمنا العلاقه اللي كتجمعوا بين اشرف حكيمي وكارولينا ليما اللي هي طليقه ديال ميليتاو النجم ديال ريال مدريد. اشرف حكيمي كتبوا عليه الصحافه البرازيليه بين كارولينا ليما واشرف حكيمي. بعض الصحافه البرازيليين بان كارولينا ليما عندها الاقامه في البرازيل وعندها الاقامه في اسبانيا. يتلاقاو في اسبانيا، كتمشي عند اشرف حكيمي لفرنسا، ولكن كيتلاقاو ما كيشوفهم. كاينه علاقه بيناتهم. الانستغرام ديال كارولينا واشرف حكيمي ما متابعينش بعضياتهم في انستغرام باش ما يتبعوهمش الصحافه ويخرجوا عليهم بزاف ديال الاخبار. ولكن التسريبات اللي عملوا جبروا كارولينا ليما كتعلق على الصور ديال اشرف حكيمي، واشرف حكيمي كيعلق الصور ديال كارولينا ليما اللي في الانستغرام، ولكن هما ماشي متابعين بعضياتهم. هنايا فين اكتشفوا الصحافة بأن كاينة علاقة بيناتهم كتجمعهم بين أشرف حكيمي وكارولينا ليما. شنو رأيكم الخوت في هاد الشي هذا ديال أشرف حكيمي؟ لأن شحال ما سمعنا عليه شي خبار اللي هو شي علاقة غرامية مع شي فتاة، بما أن شاب ضروري ما يرتبط بشي فتاة اللي غتكون في المستوى ديالو. اما بالنسبه لبعض الاشخاص كيقولوا بان خصو يتزوج بالمغربيه، ما كرهناش يتزوج بالمغربيه. وكاينين البنات في المغرب فين غتبان كارولينا، فين غيبانوا البرازيليات. كاين الزين في المغرب، ولكن هاد اللاعبين الخوت كيمشيو على حسب المستوى ديالهم. لان هادي واحد الانسانه اللي هي عندها المتابعين بزاف في انستغرام ومشهوره، والزوجه ديال ميليتاو، يعني هذه هي الحياه ديال لاعبين كره القدم. ضروري خصهم يخلقوا واحد الضجه في العلاقات ديالهم. داكشي اللي كيطران اشرف حكيمي. ضروري خصو يتزوج بشي وحده ولا يتعارف على شي وحده ولا طاب شي وحده تكون معروفه. هذا هو اللي كيركزوا عليه لاعبين كره القدم، اما تكون شي عارضة الازياء ولا شي نجمه ولا شي ممثله. يعني هادشي كما شفتوا اشرف حكيمي في ديك العلاقه الغلطه اللي كانت عنده مع هبه عبوك، رغم هي كبيره عليه اكثر من 10 سنين ولا 12 سنه، ولكن هيدا كان مرتبط بها حيث هي كانت ممثله. يعني هذه هي العقليه ديال لاعبين كره القدم الخوت. المهم الخوت، هادشي اللي كاين. يعني الاخبار تسربوا بزاف ديال الاخبار بان كتجمعوا علاقه بين اشرف حكيمي وكارولينا ليما. الاخبار ديال الصحافه هما هادو، والله اعلم، ولكن ما كاينش شي تاكيد. حكيمي شحال غيبقاو يتخبى. المهم الخوت، هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تحية أي واحد اشترك في القناة مع النجم على الكسلان.